السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في أول فيديو من قناتنا اللي هي خطوتك للنجاح. إن شاء الله في هذه القناة البنات حبيت نبدأ معكم ونشارككم كل الخطوات اللي يعني ندير فيها واللي حابة نديرها إن شاء الله باش نوصل للاستقلال والنجاح. والاستقلال أكيد اللي هو الاستقلال المادي الذي تحلم به جميع النساء أو جميع الناس، مش غير شرط النساء. إن شاء الله هذه الخطوات يعودوا علينا وعليكم إن شاء الله بالنجاح. لما لا؟ ان شاء الله قاع نستافدوا من بعضنا. غادي نشارككم افكاري باذن الله، تجاربي وتدابير او كيفاش نوفر ونحقق احلامي شويه بشويه ولا خطوه بخطوه ولا كما نقولوا درجه درجه باش نطلعوا السلم. والسلم اكيد هنا سلم النجاح يا رب العالمين. اليوم جبت لكم في هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان. ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم. مشترياتي من الذهب. شوفوا البنات، الذهب في هذا الوقت هذا ما يجيش بالساهل، باش نكونوا متفاهمين عليها واصلا متفقين عليها. الذهب ما يجيش بالساهل. كل قطعة عند امرأة عندها قصة كفاح باش توصلي تشري منقوش ولا تشري خاتم ولا تشري سلسلة ولا أي حاجة تبغي تدسيها الايام اللي جايين سبحان الله. ولا تدخري فيها الدراهم تاعك خير ما يخسروا لك ولا تضيعيهم منا ولا منا. تلقي عندها قصة تاع كيفاح باش توصل. اما تلقيها دايره مشروع في المنزل تاعها، تبيع شي صوالح من دارها، اما من المطبخ ولا ديكورات ولا اي حاجه تبيعهم في المنزل تاعها. ولا تلقيها من المصروف الشهري تلقيها تقلع ديك المية ديك الميتين وتداخرها باش تشري حاجه ولو بسيطه لو كان لويزا وتبغي تدسها كي نقولوا للعقايب. ولا تلقيها عندها شهرية وتدير هكا تقسيمات شهرية وتقلع ديك المبلغ المالي وتدسه باش توصل للهدف تاعها. هنا ان شاء الله غادي في هذا الفيديو باذن الله غادي نوريكم هذا القطع تاع الذهب اللي شريتهم. شوفوا البنات، الذهب باش نتفاهموا عليه، الذهب عنده قيمة خاصة. لا بغى قطع كيما رانا نشوفوهم هادو الطوندونس هادو كيما تيفاني وكيما موناكو، ولا قطع كلاسيكية. يا لو كان قطعة تاع ذهب، الذهب يبقى ذهب، هذه متفاهمين عليها. مهم دراهمك تستثمريهم في قطعة من الذهب. نعطيك مثال، في 10 سنين هادو اللي سبقوا لو كانت كنا نشرو الخاتم 2 ملايين، احنا نقولوا زعما صغير ماشي حاجة كبيرة، ولا شريتي خاتم 2 ملايين. دركا بعد 10 سنين في هذا الوقت هذا تروحي تبيعيه باين يجيب لك عند 10 ملايين. على بالك تشوفوا هنايا الأثمنة تاع الجرام وين وصلت، ولا حقت 2 ملايين فما فوق. يعني لو كان هذيك الانسانه في ذاك الوقت دست 2 ملايين وجبدتهم في ذا الوقت هذا ما يديروا لها والو، ما يشروا لها حتى شي حاجه. بصح كي دسي دراهمك في قطعه تاع ذهب، لو كان قلت لك ماشي شرط تكون من هادو اللي هم طوندونس، هادو مهم قطعه تاع ذهب. يجي الوقت لو كان تحتاجي دراهمك هكا ولا تبغي تبدلي القطعه هذه وتزيدي عليها وتشري حاجه شابه تجيب لك، ماشي كيما دسي الدراهم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم البنات ينال اعجابكم. اكيد اذا عجبكم ما تبخلوليش بلايك واشتراك في القناه باش تتفاعلوا. كاول قطعه شريتها هي البنات، شريت هذه السلسله هذه. المراي اللي قد دير سلسله في رقبتها باش تحس شويه انوثه شويه كيما عارفين. شوفوا البنات، نحكي لكم حاجه، هادو ماشي اول قطع كسبتهم في حياتي اكيد. كان عندي من قبل وبعتهم لظروف حنا كأي امرأة كي تشوف الحالة المادية تاع الزوج تاعها مش مليحة تروح تهز داك الذهب تاعها وتروح تبيعه وتفك الكرب تاعها، ولا مهم وربي يعوضها. هذه شريتها البنات، هذه راح عندها 9 شهور. شريتها ب24 مليون كما تشوفوا.
هذا الموديل هذا صح قديم بصح يبقى هو المفضل كاع عند الجزائريات على ما اظن. كما تشوفوا هذه اول قطعه شريتها. اكيد البنات ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نقولكم ان شاء الله لا يطول العمر نقولكم الطريقه اللي ادخرت بها وشريت بها هذه القطع اللي غادي نوريهم لكم. كما تشوفوا قلت لكم هذه السلسله شريتها ب 24 مليون، وغادي ناكد لكم باللي البنات انايا ماكثه في المنزل، ما عنديش عمل خارج المنزل. كما تشوفوا هذا المنقوش ايضا بعدها بواحد الاشهر شريت هذا المنقوش هذا البنات. كما راكم تشوفوا هذا حسبه لي 6 ملايين وشي حاجه. وغير بشويه بشويه ولا خطوه بخطوه حتى توصلي للهدف تاعك. كاين اللي تشري هكا ذهب ومره جايه تبان لها سياره ولا تبيعها، تبغي تسافر هي ولادها، تبغي تخرج تشري، تبغي تقولك نلقى السياره تاعي نمشي نضل طاكسيات ولا ليبيس ولا عارفين الوضع دوكا الحالي لازم تكون سياره في المنزل. كما تشوفوا هنا شريت هادو ثاني هذا المناقيش. كما تشوفوا هادو عاملين 1.5 مليون للواحد. هادو شريتهم لبناتي، صح اغلبيه الوقت دايرتهم غير انايا. لو كتخافي الطفل ولا الطفله ديري لها منقوش وتخليها تخرج برا. وهنايا هذا اخر قطعه شريتها، هذا الخاتم هذا عندها يومين من حيث اللي شريته. كما قلت لكم البنات هادو المشتريات غير بواحد المشروع دايرته في المنزل تاعي. كما تشوفوا قلت نخبي دراهمي في قطعة ذهب. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. كما راكم تشوفوا وهنا البنات نجو لنهاية الفيديو، والحاجة اللي نقولها لكم ونعاودها اكيد الذهب يبقى زينة وهو اللي يزيد النصف اكيد في المرأة. بصح النجاح الحقيقي ولا خطوة النجاح الحقيقية هي كي تشوفي التعب تاعك يتحول لحاجة تفرحك. يعني تتعبي حقا، المشاريع فيهم تعب، بتقوليش غير مريحة والمشروع تاعي بالساهل يتمشى وانا يعني سبحان الله المشروع مهما كان النوع تاعه فيه تعب فيه تعب فيه تعب. ولكن كي تشوفي هذا تروحي تشري حاجه كيما هكا خاطرك فيها، ماشي شرط ذهب ولا كاين انسان ولا كاين عائلات ماشي يخصهم غير الذهب. بالك تقولك الذهب هو اخر شيء نشريه في حياتي، يكون خاصها الكتروميناجي، يكون خاصها قش لوليداتها، يكون خاصها مواعين في المنزل تاعها عفوا. سبحان الله خاصها ملابس خاطرها فيها، خاصها مشتريات تاع كوسميتيك ولا. النجاح هذيك هي خطوة النجاح، هذيك هي خطوة النجاح كي تتعبي وتشوفي النجاح تاعك يكلل بالحاجة اللي تفرحك تفرح وليداتك تفرح العائلة تاعك تحمر لك وجهك قدام الناس. شوفوا البنات كي قلت لكم انا في اخر الفيديو اذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وصلت لهذه الخطوة البسيطة، أنا بالنسبة لي بسيطة الحمد لله الحمد لله. مازال علاه نقول بسيطة على خاطرش مازال كاين طموح، كاين أحلام، كاين أهداف. إن شاء الله يا ربي يقدرنا ويوصلنا ليهم إن شاء الله بأتم الصحة يا رب العالمين. هذا اللي نقوله. إذا حبيتوا تعرفوا البنات أنواع المشاريع ولا المشروع الأساسي اللي نخدم فيه في المنزل تاعي اكيد من المطبخ تاعي باش نكونوا على علم من الاول، ماذا بكم تخلوا لي تعليق هكا ما هي الطريقه للوصول هكا نتوما تعرفوا ولا كلمه في حقي
البنات. وماذا بكم تشتركوا في القناة باش يوصلوكم كل الخطوات اللي إن شاء الله توصلنا للنجاح، ويوصلكم لي فيديوهات طبعا فضلا وليس أمرا. إن شاء الله خليكم على خير، ونتلاقوا إن شاء الله في ساعة الخير البنات. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم أكيد، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وأستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.